بينما فرح الجميع بفوز المنتخب العراقي، لكن عائلة الشاب حمزة كانت لديها فرحة منقوصة حزنا على ولدها الذي قضى خنقا أثناء التدافع للدخول إلى ملعب جذع النخلة ليصبح بذلك شهيدا لخليج 25. الله راضي عليه وأنا ثم راضي عليه إن شاء الله. راح برضا، قال بابا أروح للمنتخب أشجع، قلت له روح الله وياك. خابرني يوم الخميس قال أبويا السبت أجي إن شاء الله، قلت له الله يسلمك إن شاء الله وتجي بالسلامة. لقيته بالاسعاف وهو فاقد، قاعد بيه اخلي عليه مي ماكو، مات عليه يدي. مستشفى مقصرة ومستشفى الجمهورية ظلوا وياه فوق من ساعة يشتغلون عليه للأسف. عائلة حمزة تقول أنها زفت نجلها عريسا من البصرة إلى مثواه الأخير في الأنبار وسط حزن كبير لما آلت إليه ظروف الحادثة، ولم تبقى من حمزة سوى توثيقات محبة للسلام. شو نقول؟ أخونا وراح، طلع من الضلوع وراح، تعالنا من الأنبار حتى يشوف اللعبة بالبصرة، وزفت البصرة عريس رجعته للأنبار. الحمد لله، الاعتراض على أمر الله. ناس قامت تدوس فوق، أنا غفيت، راح الوعي من عندي وهو راح الوعي. أنا الناس قاموا ذبوا علي ماي وهاي، صحيت لقيت حمزة الله يرحمه. بينما توج المنتخب الوطني بطلا للخليج، توج حمزة أيضا بطلا في حب الوطن من أمام منزل شهيد خليجي 25. خطاب عادل،